دي بقى لو جد موجودة هتوفر على الستات مشاكل المطبخ كله، مشاكل عامة الشقة كلها. السجادة التحفة الجميلة القمر دي ووتر بروف كده، حاجة جامدة قوي يعني. لو كب عليها بقى الكب مش هتتوسخ، تقدري ان انتي تنضفيها بمنتهى السهولة، تقدري تغسليها تمسحيها. بصوا ما بتتبلش اساسا، هي ووتر بروف جميلة جدا. انا عجباني قوي قوي، وبجد لو لقيت حد بيبيعها هشتريها طبعا، مش هقف. لو اي بنوته بتتفرج على الفيديو بتكون بتبيع السجاد ده، تكتب لي وتمنشن لي على طول، او تبعت لي خاص اي حاجه تحافظ لي على الشقه من بهدله الاولاد، اريح سجادي شويه واحط بقى السجاد القمر ده. وبالذات في المطبخ، المطبخ طبعا معرض يكب عليه صلصه، يكب عليه زيت، يكب عليه اي حاجه، بيبقى لازم السجاده تتغسل. لا دي جميله جدا، الكب بقى اللي يتكب عليها فبتمسحي بس كده كله بينضف. حلوه قوي، عجباني جدا. اكتبوا لي تحت في الكومنتات لو هي عجبتكم، وانا بحاول اجيب لكم افكار ترضيكم وتعجبكم. انا جالي منشن فيه ان انا اتكلم عنه، فانا كان نفسي الاقي حد بيبيعه بجد، كان نفسي يعني الاقي سيلر بيبيعه، كنت اتواصل معاها واقول لها على صوم، اقول للبنات بيتباع فين، عشان انا عارفه انا بعد الفيديو ده هتقولي لي بيتجاب منين، قولوا لنا بيتجاب منين. والله انا ما اعرف، زيكم انا عايزه حد يكون بيبيعه يخش يكتب لي في الكومنتات، بس يكون نفس السجاد اللي هو الووتر بروف ده. يعني انا لو كب عليه كوبايه ميه ما تطبعش فيه، يعني ما تبلهوش، اللي هو بتمسح كده زي المشمع كده وزي الجلد كده، بتمسح بسرعه. افكار حلوه، بحب اجيب لكم افكار تفيدكم. انا شيماء غريب، ما تنسيش تحطي لي كومنت يكون سكر وعسل زيك. انا بحبكم جدا، اشوفكم ان شاء الله على خير، مع السلامه.